السلام عليكم في فيديو جديد على قناة عمر تيوبر. في الفيديو ده هوضح تقرير مبسط عن شبكة الجيل الرابع للمحمول لشركة المصرية للاتصالات، وأيضا ميعاد انطلاق الخدمة. أطلقت الشركة المصرية للاتصالات مساء يوم الاثنين الشبكة الرابعة للمحمول تحت اسم وي، رسميا بحضور المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. وكشف أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة يوم الاثنين على أن شبكة المحمول الجديدة وي ستقدم خدمات الجيل الرابع في السوق المصرية مع شركات المحمول فودافون وأورنج واتصالات رسميا في 28 سبتمبر. وقال إن الشركة تمتلك نحو 400 محطة محمول خاصة بها، وإنها تعمل عبر شبكة اتصالات وفقا لاتفاقية التجوال المحلي، لافتا إلى أنها تقدم جميع خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع، ولكن الأخيرة سيتم إطلاقها رسميا يوم 28 سبتمبر. وأعلن البحيري في السياق ذاته أن الشركة المصرية للاتصالات استثمرت نحو 7 مليارات جنيه لتحديث شبكة المحمول والإنترنت بخلاف سعر رخصة ترددات المحمول والجيل الرابع 2017، والتي وصلت قيمتها ل 7.8 مليار جنيه. وأشار إلى النمو الكبير لخدمات المحمول مقارنة بالسابق وخدمات نقل البيانات، وذلك مقابل أرباح كبيرة يحققها سوق المحمول. ووفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات حول خدمات المحمول رسميا الاثنين، جاءت أسعار باقات المحمول بالشبكة الرابعة 12 قرش للدقيقة في السوق المحلي، وكذلك سعر الرسالة والذي قدمته ب 12 قرش أيضا، وفقا لما حددته الشركة المصرية للاتصالات، والتي أعلنت أيضا سعر خط المحمول بهذه الشبكة بقيمة 15 جنيه. وجاءت أسعار باقات الإنترنت كالتالي: بسعر 10 جنيه وتمنح العميل 500 ميجا بايت سعة إنترنت ويضاف عليها 500 أخرى كعرض مؤقت. بسعر 20 جنيه وتمنح العميل جيجا وربع سعة إنترنت ويضاف عليها جيجا وربع أخرى كعرض مؤقت. بسعر 40 جنيه وتمنح العميل 3 جيجا بايت سعة إنترنت ويضاف عليها 3 جيجا بايت كعرض مؤقت. بسعر 100 جنيه وتمنح العميل 9 جيجا بايت سعة إنترنت ويضاف عليها 9 جيجا بايت كعرض مؤقت. بسعر جنيه في اليوم وتمنح العميل 25 ميجا بايت. وبالنسبة لكروت الشحن المدفوعة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات أنه يوجد كروت الشحن المدفوعة مقدما في الأسواق، ولكنها موجودة في المحال التجارية الكبيرة، وسوف تكون الكروت مع جميع الموزعين منتصف الشهر القادم. وأخيرا سيب لي رأيك في التعليقات وقول لي، هل فعلا تطبيق 4G في مصر هيحقق نجاح بسرعة؟ وهل هيطبقوا الخدمة دي في كل الهواتف؟ في النهاية ما تنساش تدوس على زرار الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد.